مساء الخير. شلونكم؟ اخباركم متابعين قناتنا؟ ان شاء الله تكونون بخير يا رب. اليوم راح اراويكم حديقة جيراننا الكندية الزارعة. شوفوا هنا زارعة طماطة. طبعا دخلت على كيفي، بس هي بصراحة اجتني يعني وكانت كثير لطيفة، فقالت لي ممكن تصورين اللي زرعته. اوكي. طبعا ها شوفوا مغطيته على مود انه السناجيب الحقيرة انه ما تتحرش بيها، انه ما يقطعون الزرع مالتها. شوفوا راح اوريكم هنا الزارعة. هنا زارعة هي طماطة طبعا، وبدكم سيشتي تخاف من السنجاب لا يسوي بيها نفس العملة مالتي. شوف الطماطة ايش قد حلوة. الطماطة هنا شلون طالعة عندها. راح اراويكم هي الزارعة. طبعا هي زارعة طماطة وفلفل وريحان، فلفل نوعيتين من الحار. هاي هي طبعا اجتي كثير لطيفة هي هذه جارتي يعني الكندية. اعطتني طماطاية، شكرا إلها. هاي طماطاية من الحجم الصغير. شوفوا هذا الفلفل زارته. شوفوا دخلتني الحديقة مالتها. بتخليني يعني أصور. يعني هي تدري بيها أني هم أزرع طماطة، لا تنسون تراني هم عندي بستان. شوفوا هذه الطماطة كثير زارعة. طبعا هي طماطة، لا هذه مو طماطة، هذه نوع من أنواع الشجر اللي يطلع زينة، بس بيه هيك مثل الثمر، بس هذا ما ياكل طبعا. شوفوا هذا ريحان، نفس الريحان اللي عندنا طبعا بالعراق. شوفوها. وبصراحة أوراقنا هنا كبيرة، احنا بكندا تطلع كثير حلوة. ده تراويني هذا نوع من أنواع العطور. احنا عندنا هنا يعني يسوون عطر. شوفوا اسمه خليني أذكره. لافندر. شوفوا شو مخليها بالقاع هذه، حتى رجليها لا يصير بيها طين. هذه في أشجار يكون بها هذا يعني شايفينها احنا حتى عندنا بدولنا العربية. تكون هيك مثل الزينة نستعملها، فهي منزلتها بالقاع حتى شنو من تنزل للحديقة رجليها لا تتطين. هذا نوع من أنواع الورد يستعملوه طبعا، يطلعون من عند الصابون ومعطرات يسوون. هذه الوردة سبحان الله شكلها عجيب غريب. عطرها كلش حلو. شوف شكلها شلون طبعا خشنة الوردة هذه، اللب مالتها سبحان الله، ومثل اللي عبالك شلون تقولون الفراولة، بس خشنة. شوفوا هذه زارعة فلفل حد صغار. طبعا هو اول ما يطلع لونه اخضر، وبعدين يتحول ماروني، وبعدين يتحول احمر، فشفتوا ماروني وشفتوا احمر. شوفوا هنا الزارع الكاموميل، يعني بابونك.
كثير زارعة شغلات حلوة بحديقتها يعني، شغلات كثير حلوة، كثير كثير. طبعا هي مر 65 سنة تقريبا عمرها، بس ما شاء الله نشطة يعني. هذا نوع من أنواع الورود، ريحته كلش طيبة، وهم يستعملونه بصناعة المعطرات والصابون. هاي الطماطاية اللي اعطتني اياها، طبعا بدها تقول لي هي قالت لي يعني اكلتيها؟ قلت لها لا لا، حروح البيت اغسلها يلا اكلها. هذا نوع ثاني هم من الورود، نفس ذاك الورد اللي راويتكم اياه بالبداية، بس هذا لونه اصفر. كنت تقريبا كل انواع المعطرات عندنا من هذا الورد. هو ينزرع بكندا يعني، يتحمل اجواء كندا. فشفتوها هي الزارعة يعني، بابونج وزارعة. هذه الشجرة التفاحة طبعا، هذه يعني نفس الحديقة مالتنا، اللي مال جيراننا يعني. لا هي مشتركة الحديقة بيننا وبينها. هذا التفاح طبعا كل ما يستوي يعني اكل من عنده، لان حتشوفونه واقع بالقاع. راح اخذ طبعا من عنده. راح اقطع من عنده التفاحة واخذها يعني اكلها. بس هي بصراحة التفاح مالتهم شوية بحموضة. حبيت اراويكم اليوم الحديقة مال جيراننا، وراويتكم شنو المزروع، واتمنى ان تكون هاي الحلقة عجبتكم، وشيرونا اذا عجبتكم. انا سوقت طبعا تفاح وطماطم، وراح اروح للبيت، وشكرا لكم. هاي حديقتنا.